مشاهدينا الافاضل، اهلا ومرحبا بكم. نشهد اخبار الفضائيه الاريتريه لهذه الفتره يصحبكم فيها محمود عبد الله بكفاح، والتي نستهلها باهم وابرز العناوين. الفريق فيليبوس يوهانس يقول ان بناء الهويه الوطنيه لا تخص جيلا واحدا فقط. المزروعات في مديريه بارنتو تصل الى مرحله مطمئنه. لغاء لمناقشه الطرق المثلى للسيطره على الامراض المعديه في الاقليم الجنوبي. غاصبة في هجوم للمتمردين بالكونغو. موسكو تتهم إسرائيل بإسقاط طائرتها بسوريا. أوبك وروسيا ترفضان دعوة ترامب لزيادة فورية في إنتاج النفط. مرحبا بكم. الآن عناوين إلى التفاصيل. صرح رئيس هيئة الأركان العامة لوزارة الدفاع الإريترية الفريق فيليبوس ولد يوهانس بأن مهمة بناء الهوية الوطنية لا تخص جيلا واحدا، وإنما هي مسؤولية الأجيال المتعاقبة، وهي قضية ينبغي على كل مواطن العمل الجاد لتعزيزها والعناية بها. جاء ذلك في السمينار الذي عقده الفريق فيليبوس في السمينار بالثالث والعشرين من سبتمبر الجاري لمنتسبي الدفعة 32 للخدمة الوطنية حول عملية الإعمار وتعزيز القوى البدنية وزيادة الوعي السياسي، موضحا بأن تحقيق هذه الأهداف يتطلب خلق شباب أكفاء متسلحين بالمعرفة العلمية والمهنية وجاهزين للتصدي لكافة الاحتمالات بوعي مسترشدين بالأفكار البناءة. واستعرض الفريق فيليبوس في السمينار الخلفية التاريخية لتطور الدول وتجارب الشعوب، مشيرا إلى أن الخيار الوحيد لضمان استمرارية الوطن والشعب هو وجود شباب يتصفون بالشجاعة والوعي ويتسمون بالوحدة والوئام، ويمتلكون أفكارا متحضرة إضافة إلى تميزهم بالمعرفة الشاملة مع بناء اقتصاد وجيش قويين. وغرى الفريق فيليبوس أن توحيد الرؤية الوطنية يتطلب بناء قوى تصدي راسخة سياسيا وعسكريا واقتصاديا ودبلوماسيا وثقافيا، مشددا على ضرورة تصدي الشباب للمخططات والمؤامرات الموجهة لعرقلة مشاركة الشباب في بناء وطن قوي ومزدهر. وأوضح الفريق فيليبوس ضرورة الحد من أوجه القصور والحفاظ على الإيجابيات واستغلال الفرص المتاحة والتصدي بوعي للقضايا وتمكين الشباب من لعب دور رائد وفعال في برامج التنمية والتصدي، لأن تقوية تأطير الشباب يعني تقوية الجبهة الشعبية للديمقراطية والعدالة، وأن تقوية الجبهة تعني ضمان وجود الشعب الإريتري وثقافته الوطنية. وأفاد بأن تعزيز وعي الشباب وتأطيرهم يعني إبراز رؤى وتطلعات الشعب الإريتري. في الختام قال رئيس هيئة الأركان العام لوزارة الدفاع الإريترية الفريق فيليبوس ولد يوهانس أنه وبفضل تفاني وإخلاص الشباب الذين ينفذون أمانة الشهداء على أرض الواقع ويعملون من أجل تحقيق مصالح شعبهم يعيش الشعب الإريتري بفخر واعتزاز في دولة محترمة السيادة. وشدد على ضرورة توريث الأجيال المتعاقبة ثقافة الحفاظ على السيادة وضمان الاقتصاد الحر، لكون تحقيق ذلك مرة واحدة لا يكون مجديا. وذكر منتسب الدفعة 32 للخدمة الوطنية بأن السمينارات المقدمة تلعب دورا كبيرا في تعزيز معارفهم ووعيهم في كافة الميادين، مناشدين العمل الجاد لتنظيمها باستمرار ليس فقط في ساوا وإنما أيضا في المدارس والكليات الأخرى. أوضح الخبراء الزراعيون بإدارة إقليم القاشبركة بأنهم تفقدوا في 20 من سبتمبر الجاري مزروعات الدخن والذرة والسمسم المزروعة بمديرية بارونتو في مساحة تقدر ب10 هكتارات. وذكر مدير المديرية سيد أوروليو جوكومينو بأن التفقد الذي جرى في ضواحي داسي وعناغولي وفودي وكولوكو وكونا وكركاشا وسوسونا وسيسيما وآمتا وأشتي، والنتائج المتحققة حتى الآن هي نتائج للجهود المنسقة بين الخبراء الزراعيين والمواطنين في تسيير أنشطة حفظ المياه والتربة، مشددا على ضرورة متابعة المزارعين لمزارعهم بشكل جيد وبذل جهود حثيثة حتى جني المحصول وترسيخ ثقافة التخزين. وأوضح مسؤول التنمية الاقتصادية بإدارة الإقليم السيد هينوك تساقاي أنه بفضل عملية التفقد المنتظمة فإن معظم المزروعات وصلت إلى مرحلة الإثمار، مناشدا المزارعين بإجراء المتابعة الجيدة للمحاصيل حتى موسم الحصاد. من جهته أوضح مسؤول مكتب الزراعة في المديرية السيد مبرهتوم قبرهويت أن أنشطة حفظ المياه والتربة الواسعة المنتظمة والدورات المقدمة للمزارعين تسير بشكل جيد، ودعا المزارعين للمزيد من العمل والاستفادة من المعدل الجيد لهطول الأمطار في المديرية والذي يقدر ب 550 ملم. وذكر المزارعون بدورهم بأن المرحلة التي وصلت إليها المزارع هي بفضل الخريف الطيب والإرشادات المهنية، مؤكدين جاهزيتهم للعمل الدؤوب في تمهيد أراضيهم.
أوضح المدير العام لقسم الخدمات الاجتماعية في الإقليم الجنوبي السيد غلاب تسفسلاسي عن الدفع بقوة لتفعيل العمل المنسق بين الجهات الحكومية من أجل السيطرة على الأمراض وخاصة الأمراض المعدية من خلال تنظيم حملات التوعية الصحية. وفي اللقاء الذي نظم في 20 و21 من سبتمبر الجاري في مدينة دباروا، وشارك فيه مسؤولي الأقسام في إدارة الإقليم وفروع الوزارات وأعضاء المجلس والاتحادات الوطنية، أوضح السيد غالآب عن تنظيم برامج لعقد سمينارات تعزز من معارف الشعب حول الأمراض الوبائية، وخاصة بالذكر أمراض الخريف والمنقولة بواسطة المياه والتي ينبغي منح عملية محاربتها الاهتمام الأكبر، داعيا إلى اتخاذ خطوات سريعة لضمان صحة البيئة وتأكيد نظافة مصادر المياه. من جهته أوضح مسؤول فرع وزارة الصحة في الإقليم الدكتور أماني المحرتآب عن إنجاز أعمال فاعلة خلال ال6 أشهر الماضية في هذا المجال، مشيرا إلى تحقيق نتائج عالية في الاستثمار الجاري للسيطرة على مرضي البلهارسيا والملاريا. وناشد الدكتور أمانيل بضرورة تنظيم حملات توعية منظمة واستخدام الناموسيات بشكل جيد ومكافحة الأمراض التي تنتقل من الحيوان إلى الإنسان، مشددا على أن الكثافة السكانية تضاعف من ظاهرة انتشار الأمراض المعدية. وقد بحث اللقاء أيضا بعمق جودة وكفاءة الخدمات التي تقدمها المرافق الخدمية وضرورة التأكد من صحة المأكولات والمشروبات إضافة إلى الصحة البيئية وأهميتها. هذا وتوجد في مديريات الإقليم الجنوبية 12 65 مؤسسة صحية تشتمل على العيادات والمراكز الصحية وحتى المستشفيات المرجعية. نظم سمينار للجان حقوق الطفل في 8 ضواحي بمديرية حلحل بإقليم عنسبة تمحور حول رعاية حقوق الطفل. وقدم مسؤول العمل والرعاية الاجتماعية في الإقليم السيد جرماي بخراتين توضيحا مفصلا حول حقوق الطفل الرئيسية والرعاية بالطفل والتعليم كحق أساسي ومحاربة العادات الضارة، إضافة إلى زواج القاصرات وغيرها. وتبحث المشاركون بعمق في دعم أعمال وأنشطة اللجان والتحديات التي تواجهها وسبل حلها والمشاكل التي يسببها عدم تجمع القرى في متابعة حقوق الطفل، وضعف اهتمام الآباء بمتابعة الأبناء في مائدة التعليم وغيرها من المواضيع المهمة. وناشد مدير مديرية حلحل السيد حامد محمد علي بضرورة إنشاء لجان حقوق الطفل لتقديم خدمات النصح والإرشاد باستمرار، وأن تدرك الأسر الموارد التي تمتلكها جيدا من أجل الانتفاع بها. في غضون ذلك قدم فرع العمل والرعاية الاجتماعية في الإقليم دعما عينيا ل 160 أسرة تضررت من الأمطار التي هطلت في الأول من يوليو الماضي في ضاحية رهي، بالإضافة إلى تقديم دعم مماثل لضواحي أخرى. دعا مدير مديرية أفعبة السيد أحمد محمد نور رجب سكان المديرية لتعزيز مساهمتهم في إنجاز البرامج التنموية من خلال تقوية تأطيرهم والاستفادة من أجواء السلام التي تعم أرجاء البلاد. وناشد السيد أحمد في الاجتماع الذي عقده مع الشعب بضرورة العمل المنسق للحد من العادات الضارة إلى جانب الاستثمار الجاري في البنى التحتية للخدمات الاجتماعية، وأهمية لعب الأعيان ورجال الدين الدور الرائد في هذا الصدد. من جانبه دعا مسؤول التعليم في المديرية السيد عبد الله صالح كافة المواطنين للحاق بمائدة التعليم حتى الوصول إلى أعلى المراحل، باعتبار أن التعليم هو الأساس لكل شيء. وقدم المشاركون بدورهم العديد من الآراء والتوصيات، والتي من ضمنها منح الاهتمام الأكبر لظاهرة التأخير في بداية العام الدراسي الجديد وتطوير المؤسسات الصحية من حيث الخدمات والموارد والقدرات البشرية. هذا وقد انتخبت في المناسبة لجنة لحقوق الطفل تنشط في إدارات الضواحي بالمديرية. مشاهدينا الأفاضل، كانت هذه الأخبار الداخلية. فاصل قصير ونوافيكم بالأخبار العالمية. بقوا معنا. على الصعيد العالمي، قال مسؤولون محليون أن 14 مدنيا على الأقل لقوا حتفهم في هجوم استمر 6 ساعات شنه متمردون على بلدة بيني في شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية، مما يهدد بأن تعطل الاضطرابات جهود احتواء وباء الأيبولا المنتشر في المنطقة. وقال الزعيم المحلي كيزيتو بيني أن متمردين يعتقد أنهم من القوات الديمقراطية المتحالفة اشتبكوا مع القوات الحكومية في بيني، وهي بلدة يقطنها مئات الألوف، حيث أشار إلى وقوع عدد من الاحتجاجات في البلدة. وتابع أن بالإضافة إلى الوفيات المعلنة أصيب عشرات المدنيين بجروح لدى فرارهم من العنف الذي اندلع مساء السبت واستمر حتى منتصف الليل.
والهجوم يلقي الضوء على التحديات التي تواجهها الحكومة ومنظمات الصحة في التصدي للأيبولا في منطقة قوضت فيها الاضطرابات المستمرة منذ سنوات ثقة السكان في السلطات. حملت روسيا من جديد إسرائيل المسؤولية الكاملة عن إسقاط الطائرة الروسية إل-20 بالقرب من السواحل السورية الأسبوع الماضي، مما أدى إلى مقتل 15 عسكريا كانوا على متنها. وأسقطت طائرة الاستطلاع الروسية بالخطأ بنيران الدفاعات الجوية السورية أثناء قارة لمقاتلات إسرائيلية على أهداف في محافظة اللاذقية. وقالت وزارة الدفاع الروسية أن الجيش الإسرائيلي لم يملق موسكو بالقارة مسبقا، مشيرة إلى أن إسرائيل أعلنت أنها ستشن قارات في الجنوب السوري وليس شمالا كما فعلت. وأشار بيان الوزارة إلى أنه جرى تبليغ روسيا بالقارة بالتزامن مع تنفيذها، وأن المقاتلات الإسرائيلية استخدمت طائرة الاستطلاع إل-20 كغطاء ضد الصواريخ المضادة للطائرات. استبعدت السعودية وروسيا أي زيادة إضافية فورية في إنتاج الخام في رفض فعلي لدعوات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى التحرك لتهدئة السوق. وبلغ خام القياس العالمي من مزيج برنت $80 للبرميل هذا الشهر، مما دفع ترامب لدعوة منظمة البلدان المصدرة للبترول أوبك من جديد إلى خفض الأسعار. ويرجع ارتفاع الأسعار بصفة أساسية إلى تراجع صادرات إيران عضو أوبك بسبب العقوبات الأمريكية الجديدة. وقال وزير الطاقة السعودي خالد الفالح أن السعودية لديها طاقة فائضة لزيادة الإنتاج، لكن ليس هناك حاجة لمثل هذه الخطوة في الوقت الراهن. وقال وزير الطاقة الروسي ألكسندر نوفاك أنه لا توجد ضرورة لزيادة الإنتاج على الفور، رغم أنه أبدى اعتقاده بأن الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين والعقوبات الأمريكية على إيران توجدان تحديات جديدة لأسواق النفط. انطلق قطار الطلقة فائق السرعة الأول من نوعه في هونغ كونغ في احتفال أقيم في المستعمرة البريطانية السابقة. وقالت كاري لام الرئيسة التنفيذية لهونغ كونغ أن القطار الجديد سيربط هونغ كونغ مع إقليمي غوانغ شو وشين تشين عندما يتم ربط شبكة السكك الحديدية القصيرة التي يبلغ طولها 26 كيلومترا، مما سيؤدي إلى تطوير شبكة نقل الركاب السريعة في البلاد. بينما ذكر حاكم إقليم غواندونغ أن القطار الجديد سيختصر المسافة بين هونغ كونغ والبر الرئيسي، كما سيسهل عملية التنقل بين هونغ كونغ وشين تشين وغوانغشتو خلال ساعة واحدة. لكن مشروع إنشاء القطار الفائق السرعة والذي تكلف $11 مليار أثار جدلا كبيرا نظرا لتكلفته الباهظة، كما أنه سيجبر هونغ كونغ على التخلي عن جزء من صلاحياتها للصين للمرة الأولى. وتستغرق رحلة القطار الحالية بين العاصمة والمنطقة الإدارية الخاصة حوالي 24 ساعة، وستختصر إلى نحو 9 ساعات، بما فيها 8 ساعات على خط بين بكين وغوانشو. مشاهدينا الأفاضل، بهذا نكون قد وصلنا بكم إلى نهاية النشرة. شكرا على حسن المتابعة، دمتم بألف خير.